ينفع تستخدم الماك ميني ويبقى الجهاز الوحيد اللي تعتمد عليه في شغلك كفيديو اديتور او جرافيك ديزاينر او انيميتور من غير ما تحتاج اي جهاز تاني؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. طبعا كلنا عارفين ان اجهزه ابل من زمان وهي شغاله بشرايح انتل، بس دلوقتي بقى لها سنتين وهي شغاله بالشرايح بتاعتها الجديده وهي الام 1 والام 2 والماكس. بسبب ده اجهزه ابل بقت في حته تانيه خالص، او على الاقل ده اللي ابل بتقوله. المهم عشان ما اطولش عليك في الفيديو بتاع النهارده، احنا هنجاوب على السؤال بتاعنا: هل ينفع استخدم الجهاز ده يبقى الجهاز الوحيد اللي اعتمد عليه في شغلي؟ من خلال كذا تجربه وهنجربهم وهديك ملاحظاتي في النص. يلا بينا. اول حاجه هنعملها هننزل كام فيديو من الماتيريال بتاعت العملاء اللي مديهن لي بموافقتهم طبعا. بينزلوا. يلا بينا نعمل امبورت. حابب اقول حاجه بس، ان الفيديوهات دي كلها بتبقى 4K وبتبقى تقيله شويه عشان في منها برضو بيبقى درون فوتج. المهم عملنا امبورت والحمد لله الامبورت كان سهل جدا، لان في الغالب في الاجهزه اللي انا كنت بشتغل عليها كان بياخد شويه وقت، خصوصا في الفوتج شبه ديت. يلا بينا نخش نقطع شويه. لو خدت بالك هتلاقي ان مفيش بلاي باك تايم، وهي الثواني اللي الجهاز بياخدها عشان يشغل الفيديو تاني. هتقولي طب ما عايز اي جهاز بيشتغل كده عادي. اقول لك ايوه، بس مش من النوع ده من الفوتج. اما بتبقى 4K او 8K وساعتها ما بتبقى درون فوتج، حتى لو الريزولوشن بتاعتها مش كبيره قوي برضه بتبقى رخمه في التحميل. بص كده. والله جامد يا جدعان. انتوا ما تعرفوش انا كنت بعاني ازاي في الموضوع دوت مع جهازي القديم. يلا بينا نحط بقى الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها في العادي، اللي هي ساوند افكتس وترانزيشنز وشويه بي رولز. وهنعمل كلر جريدنج عشان نشوف الفيديو ده هيبقى عامل ازاي في الاكسبورت بتاعه. الكلر جريدنج كانت اكتر حاجه بتتعبني في الجهاز بتاعي القديم، ومتاكد ان في ناس كتير جدا عندها نفس المشكله، وهي ان اي تغيير بتعمله في الكلر جريدنج او الكوركشن بتاعك وانت شغال على الفوتج بتاعتك بيبان بعدها بشويه. يعني بص اهو، خدت بالك؟ فانت وانت ماشي في السلايدر بتاعك ما بتعرفش انت المفروض توقف فين بالظبط. المهم حطينا الحاجات بتاعتنا ولعبنا في الالوان شويه. بالمناسبه اي حد عايز ساوند افكتس او ترانزيشنز اللي انا بستخدمها في الفيديوهات بتاعتي الخاصه او بتاعت العملاء بتاعتي، هحط لينك في الديسكربشن في جوجل درايف في كل الحاجات دي فور فري طبعا. وانت تحت بقى ما تنساش تعمل سبسكرايب. هنا ولا هنا؟ هنا. ما تنساش تعمل سبسكرايب. دلوقتي بقى عندنا فيديو 5 دقايق في ترانزيشنز ساوند افكتس وبي رولز ومعمول له كلر جريدنج وهو 4K. هنشوف بقى هيعمل اكسبورت في قد ايه. يلا بينا هنعمل عند الاكسبورت. مش عارف انتوا شايفينها ولا لا. بدأ الوقت. شوف ياخد وقت قد ايه معانا. بص بقى اللي هنعمله، مش هخليك تقعد الوقت ده كله مستني معايا. احنا هنوقف الفيديو وهنرجع اول ما يخلص على طول. 5 دقايق و28 ثانيه بس خلص الريندر بتاعه. بجد تحفه، وده من غير ما يسخن حتى او يطلع اي صوت. مفيش اي صوت نهائي. انا فاكر جهازي القديم وكل الاجهزه حرفيا اللي اشتغلت عليها قبل كده كانت كانها طياره. دي اي كونتنت كريتور او اي حد بيحاول يعمل محتوى او كده، الموضوع ده هيفرق معاه جدا يا جماعه. بجد الصوت اللي انت سامعه دلوقتي دوت مش صوت الجهاز، هتلاقي سببه ان الليد اللي انا حاططها هنا بتعمل صوت خفيف زائد اللي انا مسجل بالمايك بتاع الموبايل، فتلاقي صوت الشارع كمان طالع. لكن الجهاز نفسه تحفه. ده اول اختبار ليه يودي له 10 من 10. تاني حاجه هنعملها، ثواني نلبس بس الساعه بتاعتي، وهي اننا هنختبر اداؤه في هاند بريك. تعالى نحط الفيديوهات بتاعتنا، نعمل المكان اللي هنحط فيه الحاجه. ما تنساش دايما تظبط الدايمنشنز بتاعتك عشان ده بيفرق جدا في الكواليتي بتاعت الفيديو اللي طالع لك. يلا بينا نعمل اكسبورت. يلا دلوقتي هو شغال. عايز اقول لك على حاجه، انا بقالي 6 شهور تقريبا معايا الجهاز دوت بستخدمه في شغلي الخاص اللي انا برفع بيه الفيديوهات بتاعتي او الشغل بتاع العملاء بتوعي. ما استخدمتش هاند بريك ولا مره، فمهما حصل نتيجه الاختبار دوت او طول معانا او قلل قوي ده اللي انا حاسه، يعني ان شاء الله مش هنحتاج هاند بريك تاني. هو قرب يخلص. 10 و25 ثانيه. هو المفروض كان 10 و18 ثانيه، بس انا تقريبا اتاخرت سيكا يعني. بجد تحفه تحفه تحفه. ريت 10 من 10. حابب اقول حاجه تانية بس، وهي اني بديك رايي بامانه وبكل صراحه عشان ده انا هتسال عليه قدام ربنا. انا بقيت حابب اجهزه ابل عامه لان انا استخدمتها وعجبني ادائها في الشغل، مش جايبها عشان هم بيقولوا عليها حلوه. يعني انا مش متحيز لفكره ان هو عشان ابل يبقى لازم يبقى كويس، لا هو طلع كويس الحمد لله. انا في الجهاز القديم بتاعي كان حرفيا بيختبر صبري. تالت واهم حاجه هنعملها ومتاكد 100% ان هو ده السبب اللي خليك تيجي تفتح الفيديو دوت، وهو حلم ناس كتير قوي بداوا في المجال ومنهم انا. عايز تعرف السؤال؟ هل ينفع نفتح البرامج كلها في نفس الوقت
يلا بينا نشوف. هناخد فيديو من عندي من الفيديوهات اللي انا رفعتها قبل كده، كان الفيديوهات بتاعتي بصورها 4K 30 فريمز، هنحطها هنحط فيها صوره، الصوره هنحطها على الفوتوشوب نعمل الامبورت. مش عارف انتوا عارفين الموضوع ده ولا لا، بس انت ممكن تاخد البروجكت بتاع بريمير وتاخد منه صوره تبعتها الفوتوشوب وكده. هنعمل ايه بقى؟ هنبعت صوره الفوتوشوب، وهنبعت الاوديو لادوبي اديشن، وهنبعت الكليب نفسه هنعمل له روتوسكوب في افتر افكت، وكل ده وهو بيخلص هنعمل اكسبورت على ميديا انكودر. يلا بينا. طبعا انا عارف انك هتيجي تقول لي انا مش هستخدم الحاجات دي كلها في نفس الوقت، وده منهم، انا كمان كنت بعمل كده، بس ده بسبب ان انت وجهازك ما كانش يستحمل انك تعمل كل ده في نفس الوقت. انا مثلا كان اخر افتح بريمير واقفله عشان افتح فوتوشوب. اول ما بقى عندي دلوقتي الجهاز دوت بقيت افتح فوتوشوب العادي والبيتا مش عارف ليه، وبريمير وافتر افكت، وفي نفس الوقت ببقى شغال على حاجات في افتر افكت وانا بعمل اكسبورت على ميديا انكودر. فانا عايز اوريكم دلوقتي هيبقى الحاجه عامله ازاي. هنعمل امبورت للفيديو بتاعنا. نحط الصورة بتاعتنا، نبعتها على فوتوشوب، الفيديو بتاعنا هنحطه على افتر افكت. يلا بينا. تك. تعالى نعمل روتوسكوب هنا الاول. نرجع بقى دلوقتي البريمير، ناخد الفيديو، ناخد الصوت بتاعنا هنحطه على ادوبي اديشن. هنحط عليه كام افكت كده. استنى اهو. يلا. نحط بارامتريك ايكولايزر، هنعمله اللو، هنعمله الهاي بتاعه، هنعمل الفوكال انهانسر. ماشي. تك. كده كل حاجه مفتوحه مع بعض. تعالى نشوف بقى افتر افكت وصل لغايه فين. هو دلوقتي خلص وفوتوشوب بتاعنا اهو شغال عادي، بعمل عليه كل حاجه واقطع. تعالى نعمل سيلكت على حته ونلونها مثلا. تعالى نحطه على ميديا انكودر عشان نعمل اكسبورت ونعمل كل حاجه في نفس الوقت. هنشوف ايه اللي هيحصل. يلا بينا. فوتوشوب، افتر افكت، ريندر. خلاص. تعالى نعمل اي حاجه تانية في افكت. تعالى نحرك البتاع. خلاص هنشوف كده. تعالى نلعب في البارامترز بتاعتها حتى. شغال تمام. يعني بجد دي من الحاجات الصغيره جدا اللي انا كنت نفسي اعرفها. دورت زمان جدا على اليوتيوب عشان اعرف هل الموضوع ده ينفع يتعمل ولا لا. انا كنت نفسي حد يجاوبني يقول لي اه او لا. ده اللي انا كنت عايز اعرفه، لان انا كان هدفي مش ان انا اجيب ماك، انا كان هدفي اجيب جهاز بيفتح كله مع بعضه. ده اللي كنت نفسي فيه، وما لقيتش تقريبا اجابه ثابته. فانا تقريبا ده كان زي جت ما جاتش خلاص. فاهم قصدي؟ يعني شفت كام حاجه لقيتهم بيقولوا الريفيوز بتاعتهم حلوه قوي في حاجات كتير، بس السؤال ده ما كنتش اعرفه بجد. الاختبار يا جماعه انا بقولها لكم، هو الجهاز ينفع يفتح كل حاجه مع بعض انت لو عايزها. اهو فوتوشوب مفتوح، افتر افكت، ميديا انكودر، بريمير، اوديشن، 5 تقريبا مفتوحين مع بعض. تعالوا نفتح النسخه البيتا بتاعت فوتوشوب ونشوف احنا نقدر نعمل ايه وهو الحاجات دي كلها شغاله. ربنا يستر. بيفتح. تعالوا ناخد صوره من الصور اللي انا كنت بعملها، نحط لنا شويه عضلات. نحط شويه عضلات، مش محتاج قوي بس ماشي. اهو. لا بجد
بجد بص بسم الله ما شاء الله شغال بسلاسه ومفيش اي حاجه. توكل على الله. بس خد نصيحتي في حاجه صغيره، خليك في النسخه 16 جيجا رام. انا عن نفسي جبت الام 1 16 جيجا رام والمساحه بتاعته كانت 512. هو دلوقتي مش موجود، بس اللي هتلاقيه دلوقتي في عند ابل هتلاقي النسخه الام 1 واللي هي بتعمل كل حاجه احنا عملناها في الفيديو دوت احسن. فانت خليك في 16 جيجا رام عشان ما تضطرش تغير تاني، وكمان عشان اجهزه ابل ما ينفعش تعمل ابجريد فيها وتزود الرامات بتاعتها. اخر حاجه خلي حد انت واثق فيه يجيبه لك من بره، لان هنا في مصر في جشع رهيب. طبعا احنا كلنا شفنا الجشع دوت مع اجهزه الايفون. انا الجهاز بتاعي كنت جايبه ب 17 ايفون 13 عادي، وكان بره عامل 15 اصلا. لما جبته دفعت مصاريف وبتاع بكل حاجته لغايه جبته هنا دفعت كله على بعضه 17. في مصر هنا كان عامل 22000، يعني فرق بتاع 7000 جنيه. الجهاز ده انا جايبه ب 30000. في مصر بقى تخيل بيبيعوه بكام؟ تخيلت؟ بيبيعوه ب 70000، فرق 40000 جنيه. يعني انت متخيل انت ممكن بالرقم اللي انت هتجيبه هنا انت ممكن تجيب جهازين ويتبقى لك 10000. مش عارف اقول الصراحه بالنسبه للناس اللي عندنا في مصر هنا المهم الفيديو كده خلاص. لو عندك اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات سواء هنا او على تيك توك، انا هجاوب على كل سؤال واحد واحد. اتمنى انك تكون تشوف انا تعبت قد ايه في الفيديو دوت وانا بصوره، والفيديو اديتور بتاعي اسماء عوض. بتمنى انك تعمل لايك وسبسكرايب في الفيديو وتبعته لاصحابك، عشان انا متاكد ان اليوم ان شاء الله ربنا هيكرمك فيه وتجيب جهاز تحتاج الفيديو دوت.